مباراة 1 ابريل امام الهلال السوداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المتابعين قناة ميدو الاهلاوي، اهلا بيكم. ما تنسوش وانتوا بتتفرجوا على الفيديو كده صبعك ينزل على اللايك وتعمل لي لايك وتعمل اشتراك للقناة لو مش مشترك في القناة. النادي الاهلي بيصدر بيان رسميا وبيقول فيه ان هو ارسل خطاب للاتحاد الافريقي لكرة القدم بيكشف فيه الخبايا والاسرار اللي حصلت في مباراة الاهلي والهلال السوداني والكواليس كلها اللي حصلت في اللقاء. وكمان بيقول ان رغم في استفزازات من لاعبي الهلال للجماهير، لكن الجماهير كانت ملتزمة يعني باقصى درجات الالتزام مع لاعيبه نادي الهلال ومدربين نادي الهلال. يعني كانوا بيستفزوهم وكانوا على طول بيستفزوا جماهير النادي الاهلي، لكن الصوره طلعت في منتهى الروعه. لكن النادي الاهلي مستاء جدا من اللي بيحصل في الاعلام، وكمان بيطلب من وزاره الداخليه ان هي زي ما ساعدت النادي الاهلي وسمحت بحضور 50,000 او اكتر من 50,000 لمباراه الهلال السوداني، وقد ايه المباراه طلعت منتهى الروعه رغم الاستفزازات. هنقول تاني، رغم الاستفزازات اللي كانت بتعملها لاعيبه نادي الهلال لجماهير النادي الاهلي، لكن قد ايه الجماهير كانت عاقله وكانت متفهمه الموقف. وعشان كده النادي الاهلي بيطلب من وزاره الداخليه تاني بعين جامده وعين قويه جدا، يطلب النادي الاهلي من وزاره الداخليه انها تفتح كل مدرجات استاد القاهره لمباراه الرجاء اللي ان شاء الله تقام يوم السبت 22 ابريل في دوري ابطال افريقيا، في مباراه الذهاب في دور الثمانيه. مباراه مهمه جدا جدا جدا، ويا ريت وزاره الداخليه تتفهم الموقف وتساعد النادي الاهلي وتساعد جماهير النادي الاهلي بانها تكون حاضره في هذه الملحمه وبكل ادب وبكل احترام تشجع فريقها. كان النادي الاهلي حريص جدا في هذا البيان بانه يرسل بيان قوي جدا لكل مؤسسات الدولة وكمان للكاف، بيكشف فيه كل الافتراءات اللي قالوا عليها مسؤولي نادي الهلال وكل المعلومات الكاذبة اللي لا تعني المباراة في شيء، حاجات بيجيبوها من وحي خيالهم بيقولوها وبيطلع يقولوها في الإعلام، ومفيش حاجة من ده حصلت نهائيا. وكان النادي الأهلي حاطط علاقات مصر والسودان في المرتبة الأولى دوليا. بعد كده كان حاطط العلاقات الوطيدة بين النادي الأهلي وبين الهلال السوداني. لكن متأسف جدا، وده اللي قاله بيان النادي الأهلي، من المعلومات الخاطئة اللي أصدرها مسؤولي نادي الهلال عن تجنيهم في هذه المباراة على النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. تعالوا نروح لمباراة النادي الأهلي مع بيراميدز نهائي كأس مصر، و30 مليون جنيه، 30 مليون جنيه مكافأة، رقم كبير جدا، مكافأة للاعيبة نادي بيراميدز لو كسبوا النادي الاهلي في نهائي الكاس، او لو اخذوا الكاس. 30 مليون جنيه، شايفين يعني بيشحنوا اللعيبة لدرجة ايه؟ طبعا من حقهم ان هم يعني ايه يحفزوا لاعبين